الله الله الله، ايه ده؟ انت ايه اللي قومك من السرير بس؟ انت لسه تعبان ولازم ترتاح. انا متشكر قوي يا حسين على كل اللي انت عملته معايا. الحمد لله انا بقيت كويس خلاص، وهطلع فوق بقى. فوق فوق؟ مفيش فوق خلاص، انت هتفضل قاعد معايا يومين 3 10 لغايه ما تبقى تمام التمام. وبعدين يا اخي انا قاعد لوحدي، ادينا مونسين بعض وبناخد بحس بعض. معلش يا حسين، كفايه كده، انا مش عايز اتقل عليك اكتر من كده. وكفايه ان انا كنت السبب في انك اتخانقت مع ابنك. اتاريك يا رمزي، وانت فاكر ان السبب يعني في الخناقه وكده؟ لا 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 لا، انا وطارق على طول كده يعني. وبعدين معلش بقى، ده بيتي وانا حر فيه. صدقني يا رمزي يا اخويا، انت مالكش علاقه خالص بموضوعي انا وطارق ده. معلش كفايه كده، انا خلاص بقيت كويس. لا مش كفايه. وبعدين بص بقى، اللي هتقول عليه الدكتوره ليلى هو اللي هيمشي. لما تقول انك بقيت كويس وتمام وفل الفل ماشي. ايه ده، انت هتقعد؟ قوم قوم قوم، خش الحمام، خد لك دش بارد كده عشان تنزل حرارتك، على ما انا اجهز لك بيجامه وروب، حاجه يعني معتبره، هتتبسط قوي ما تلبسش ان شاء الله. بعد كده بقى نقعد نتعشى سوا، وبعد العشاء تاخد دواك وتنام. ولو ما جالكش نوم، ويا ريت ما يجيلكش، تقعد معايا نلعب 10 طاوله. بتعرف تلعب طاوله؟ لا. اعلمك. معلش يا حسين، سيبني على راحتي. سيبني على راحتي انا. قاعد مفيش طلوع فوق، خلاص بقى، بطل الجدل اللي انت فيه ده. انا هروح اجيب لك البيجامه والروب. ها؟